السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من سلافة من السودان، مقيمة في مصر. أنا كنت قبل 3 سنين، أنا أصلا متزوجة وعندي 3 أولاد، معايا 3 أولاد. فجوزي كان بيضربني وكان بيحرشوا في أهله، يحرشوا وهو يضربني. ففجأة كده حصل بيننا خلاف بعد 12 سنة من الجواز. حصل بيننا خلاف فمن غير سبب، يعني كان سبب بسيط والمشكلة كبرت فقام طلقني من غير سبب، وطلعنا من البيت اللي نحنا كنا مقيمين فيه. فأنا كنت شغالة، فجاتني فرصة بتاعت شغل في القاهرة تبع الشغل اللي أنا كنت شغالة فيه، مدرسة. جيت المدرسة واشتغلت الحمد لله، وبقيت قاعدة هنا في القاهرة مع أولادي. سبحان الله سبحان الله، وأنا نايمة يوم سمعت شفت حد بيقول لي اقرأي سورة البقرة. فبقيت بشوف الآيات بتاع سورة البقرة في المنام. فبديت سورة البقرة لمدة 27 يوم تقريبا. هو ما كانش بيزعل مننا ولا كان بيضرب على أولاده ولا كان بيزعل مني. فجأة كده سبحان الله بعد ما قرأت سورة البقرة بقى يتصل علينا، وأثناء ما أنا بقرأ في سورة البقرة سبحان الله سبحان الله أنا كنت بحلم بالدم، وبحلم بالرصاص، رصاص في الحيطة، وبحلم بالدم، وبحلم بالحشر، حشر بيكون جاري في الحيطة وأنا مش نايمة، أنا بكون صاحية وبشوف الحاجات دي. فسبحان الله سبحان الله قام جوزي رجع لي عياله، والحمد لله هو تغير جدا سبحان الله، يعني بفضل سورة البقرة. سبحان الله بفضل الله سورة البقرة رجع لي، والحمد لله الحمد لله. حتى هو تغير جدا جدا، معاملته تغيرت وطريقته تغيرت، أي حاجة تغيرت سبحان الله الحمد لله. وربنا فتح علي الحمد لله، وأنا مرتاحة جدا. وشفت من أخويا الرابط بتاع محمد حجازي بتاع الاستغفار، وأنا بديت الاستغفار من يوم 5/9/2024. والحمد لله الحمد لله أنا حاسة بإنه يعني في تحسن. وشفت في المنام إني أنا تحت المطر بعد الاستغفار بيومين، والله العظيم على ما أقول شهيدة. بعد الاستغفار بيومين أنا حسيت بإنه وأنا نايمة شفت المطر بيصب علي. والحمد لله مواصلة في الاستغفار، مرات 8,000 9,000 10,000 وصلت 12,000 الحمد لله، وإن شاء الله نوصل ل30,000. شكرا محمد حجازي. والله سورة البقرة فيها راحة نفسية وفيها بركة بجد، والله فيها بركة جدا، غيرت لي أموري كلها الحمد لله. أنا بقرأها مرة واحدة في اليوم، بعد صلاة المغرب على طول يوميا، وما زلت الحمد لله. نعم، اليوم إن شاء الله معنا قصص عن الاستغفار سورة البقرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي واحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لابد اني اتوقف عند موضوع مهم جدا. الليلة هاي اللي فاتت من الساعة 1 بالليل الى صبيحة هذا اليوم، يمكن للساعة 7-6 كان في قصف شديد جدا على الشمال عندنا، طبعا عند حزب الله. نتكلم أنا عن علاقة الاستغفار بكل هذا. علاقة الاستغفار، كيف ممكن أنا أتعامل مع كل هذه الأجواء؟ كيف أتعامل مع هذا الأمر؟ كيف
يربط على القلب. نعم، بدي أبين كلام مهم جدا. سبحان الله، كل باب بتطرقوا على الله، كل باب تطرقوا على الله. في ناس قرأت سورة البقرة فالله فتح لها باب، تستغفر يفتح لك باب، تحوقل يفتح الله لك باب، تقوم لي يفتح الله لك باب. لكن المشكلة الكبرى والتامة الكبرى إن إحنا ما فينا خريطة طريق كيف نستمر، ما بنعرف ليش. طبعا كل واحد منا سبب تعطيل، يعني حصل معه تعطيل معين جاء به إلى العودة إلى الله، لكن إحنا ما عرفنا إنه سبب هذا كله، وهذا الضرب الذي كان يضربها زوجها طبعا هو آثم إثم عظيم، والضرب التي يعني طالها هو كله ذنوب. الصورة يا جماعة عذرا طبعا على القصف، أنا يعني الحمد لله رب العالمين ما خفت، طلعت أدور وين القصف بيصل، بس عشان أبين. وهي عادتنا إحنا، عشان هيك أكثر ما بيموت عرب بالقصف أو فلسطينيين. ما علينا، نرجع. هذا الموضوع مهم جدا، لكن بدك أتكلم إنه إحنا عندما نطرق الأبواب لأن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولا، فالله بيفتح عليك. لكن أنت وأنا وأنتو جميعا ما في عنا يعني، وكأني الضائقة تبعتي بهذا الموضوع رجع الزوج، انتهينا. فهمت علي؟ الله فتح لك باب عشان تستمر وتصل إلى معرفة الله. فتح لك باب، أخذ سورة البقرة مثلا، هذه الأخت أخذت سورة البقرة، شوف كيف الله ساق هاي للاستغفار. أنت عليك أن تمسك باب. كم من الإخوة قالوا إنا لزمنا الصلاة على رسول الله، واللهم دلنا على من يدلنا عليك، وجاءوا إلى الاستغفار. أنا ولا شيء يا جماعة، والله لا أزكي نفسي، الأمر كله أمر الله. يعني صلي يومين بسمع تحاليل أخبارية، والله أنا بعرف الأمر كله من عند الله وكله لله، ولا يملك لا هذا ولا ذاك أي قرار ولا طلقة نار، أقسم بالله لا يملكه. لكن أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله. هاي هي نعم، هذه هي. قال نعم، إذا كثر الخبث أنهلك وفينا الصالحون. لكن من حسن الحظ الأوفر، الصالحون قد يكونوا كثر، لكن الله استثنى المستغفر. كيف بدي أعرف الله أنا؟ كيف بدي أعرف الله؟ يعني بينفع إنه كل الدين يكون له طعمة واحدة؟ واحد بيقوم ليل واحد بيصوم، لكن ليش الأحاديث تعددت؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انتهى الموضوع، فيش حاجة لآيات أخرى، ما في حاجة. من لزم الاستغفار، أو من اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وترك حصر ولا تستطيع البطلة، أجعل كل صلاتي لك يا رسول الله خالدا تكفى همك ويغفر ذنبك، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب. ليش يعني الله الرسول عليه السلام بالاستغفار فصل؟ ليه فصل؟ من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب. ليه هي جزئية، هي مهمة جدا جدا، هي أهم ما في الموضوع. من حيث لا أحتسب، وكأنك تنتظر يتحقق لك وعد الله بحديث رسول الله، هذا الرزق يأتي من حيث لا تحتسب. يعني أنا مش تجارتي ده تزيد، لا، ما كان ما احتسب، لا بدي يجي موضوع آخر. عندما يفتح الله عليك
في ناس تأخذ الحوقة لناس بقيام الليل، وفي الناس في حفظ كتاب الله، ولكن الله سبحان الله. يعني اعذروني، أنا في معي قصص قلت، هاي قصة بدينا فيها وفي معي قصص إن شاء الله إن نصل، لكن عشان أنا بدي أصل للقصف مش بس للقصص، عم بدي أصل للقصف والجو، الجو العام الذي كان يعني كان عن جد ضرب، يعني شيء كبير بصراحة ما عهدنا مثله قبل. نعم كان شيء، وهو مش علينا يعني حوالينا، ولكن كان له وزنه. ف طبعا أنا الحمد لله رب العالمين والله ما خفت، لكن بتفكر بهذه الأمة، بتفكر في الجيران، في الناس الذين حولي من حولي، في البنات الكاسيات العاريات. نعم كاسيات عاريات مائلات مميلات. نعم قد يكون من الأقارب، قد يكون من الجيران، قد يكون من البلد، قد يكون من البلاد. احنا كلنا كلنا زي بعض يعني، شوفي عندكم عنا موجود يعني. أعراسنا تخزي لا يرضاها الله، قروض ربوية، غيبة، نميمة، انبطاح تحت الشهوة، ظلم، ضرب. الضرب عندنا أكيد قليل لأنه يسجن الذي يضرب. في قوانين ردعية هنا، لكن والعياذ بالله قد يصل إلى القتل مثلا. بديش أنا أصل، أنا موضوعي إن الله لا يعذب مستغفر. أنا موضوعي إن الله لا يعذب مستغفر. قد يعذبك أنت يا حافظ كتاب الله، قد تعيش ليلة من الرعب، قد تعيش نعم وأنت على خير، لأن الله استثنى المستغفر. الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا أنا بدي أنام كل الليل أنا لكن إذا بدي أخاف وارتبك وأضيع الثقة بالله، معناها أنا مش راح أعرف أطلع درس. بجد أنا مش راح يعني سبحان الله. بال 2015 عندما جاءني أول مبلغ $5000، قيمته $5000، يعني أنا عمال أتكلم لكن بعدني ما أملك الحقيقة الملموسة. أن يرزقني الله من حيث لا أحتسب، يعني في سورة نوح قل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قد أرسل الله السماء مدرارا. أنا رأيتها، الناس مش رايحة تصدقك شو بتحكي، مع إنه بشهر 6 يعني واحد بيستغفر أمطر الله البلاد إلا إذا كنت تتكلم بصوت عالي. بال 2015 ما تكلمت بصوت عالي، ب 2022 تكلمت بصوت عالي وسجلت بصوت مرتفع، سجلت تدويني على الفيسبوك ورأوها الناس ولزموا الاستغفار. نعم. أعتذر أنا أعتذر إنه كيف بدي أروح بالاتجاه تبع الدرس صراحة، يعني باب من أبواب الدردشة، باب من إننا نحن ناس الظلم. طبعا أنا ظلمت. ليش أنا ظلمت؟ لأني أنا أسيء الأدب إلى الله، فهذا الذي ظلمني سيدفعه الله ثمن، لكن أنا وقع علي عقاب. تعامل مع الله هكذا. ليش أنا ظلمت؟ لأني أنا تحت العقاب عند الله. فهذا الذي ظلمني الله سيعاقبه، مش رايح يعني ينجو. الآن هذا الهلع اللي بصير والخوف من الذي يريده؟ الله يريده لنا. ونعذبهم العذاب الأدنى دون الأكبر لعلهم يرجعون. إحنا جماعة لا نستحي من الله، إحنا جماعة بدين كل البعد عن الله صراحة.
حتى لو قرأنا القرآن، وحتى لو صمنا وصمنا اثنين وخميس وصلينا واركض اركض. يا جماعة الدين الله ليس في القلب، الله فقط على اللسان. الله يخلص جل في علاه معانا، بخلص في المسجد أو عندما أطبق المصحف، خلصنا. الآن أنا بخوض بكل شيء، وكأني أنا مسموح لي بعد يعني الصلاة هاي الشيء لي وبعمله وخلص. الدنيا اعمل فيها ما تشاء، وكأنه هكذا الأمر. اعمل ما تشاء بالدنيا، سب، اشتم، اسرق، زنا، غيبة، نميم، اعمل شو بدك، لكن اصحى تنسى الصلاة. وصلاة بدون أخلاق لا يقبلها الله، صلاة بدون أخلاق لا يقبلها الله، صلاة بأكل حقوق الناس لا يقبلها الله، صلاة فيها غيبة ونميمة وسب وشتم وربا وإباحيات لا يقبلها الله، لا يقبلها. بحديث المفلس: يا رسول الله أنها تصوم النار تقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسان، قال لا خير فيها، فهي في النار. إذا لم تكن أنت مرآة لدين الله أنت في مشكلة، وأنت ستخاف عندما يبدأ القصف، أنت سترتعب عندما يبدأ القصف. عندما يكون القصف قريب والصوت مرتفع أنت تخاف وترتبك، والهم يعني يطغو عليك. نعم، سيطغو عليك يعني هذه الأفكار. ماذا لو اندلعت أكثر أكبر؟ أين المصير؟ الله جل في علاه. أول شيء الأمر كله بيد الله، الأمر كله بيد الله. هذا الأمر الذي نحن فيه يا جماعة. احنا مش هادي أمورنا حوالينا، الأمور ما هي هادي حوالينا. في الدول العربية والإسلامية ما هي هادي، يعني الأمور مولعة دائما. عندنا فقط عندنا نحن المسلمين. يعني ربما وأنا أتكلم معك يبدأ قصف الآن، هذا جديد، هذا ردود. يعني السؤال: لماذا كل هذا يحدث؟ أمر قادم لهذه الأمة بالمليح بالقوة، أمر قادم لهذه الأمة. عندما أذن الله بالاستغفار والناس لزمت الاستغفار، والله جل في علاه فتح فتوح لا يعلمها إلا من لزموا الاستغفار ومن تابعونا، وهم معانا منذ زمن، منذ أن أنشئت هذه القناة. رأوا وسمعوا وقرأوا التعليقات، عندهم معلومات قد تجمع في كتب مش كتاب. عندهم حقائق. المتابعين الذين معنا بلغوا عني ولو آية مع أخوكم محمد حجازي. نعم، عندهم معلومات تفوق معلومات كل المشايخ مع بعض. أنا بدي حقيقة إيمان ملموس. أنا مش بحاجة أحفظ كل الكتب، أنا بحاجة إني أعرف الله. شو أنا بدي من الدنيا؟ أنا بصلي والحمد لله رب العالمين، بعرف أركان الصلاة وأركان الوضوء، كيف نقضي الوضوء، وأنا بدي أحج بعرف أحج، الحمد لله رب العالمين. بسأل عن الأمور الأخرى، إذا مش عارف كيف الزواج بيتم أو العقد النكاح بنسأل عنه، مش مشكلة. لكن أنا بيومياتي بدي أتعامل مع الله. أنا بدي أعيش آمنا. كيف بدي أعيش آمن؟ أنا بدي أعيش آمن. أنا ما بدي الحروب، أنا ما بدي هيك، أنا ما بدي الذل الذي تعيشه الأمة، أنا ما بدي الفقر التي أمي شحادي. يا جماعة، جماعتنا شحادين كثير منهن، لأن الله أذاقنا كل أنواع الذل. مش فاهم إنه الذنب هذا اللي بتقترفه بتتلذذ فيه دقيقة بتدفع ثمنه باهظ. أنا شوي هنا وهناك، في براسي القصص، وفي براسي القصف، وفي براسي إني أبين لك إنها الذنوب، وفي براي وأبين لك إنه المستغفر لابد أن يكون مستثنى عن دون. لو حفظت كتاب الله، كل الأمة حفظت لكتاب الله وفي بينهم أنزل الله عقاب وفي بينهم مستغفر، لا يمكن أن يصل، لا يمكن.
هذا ظني بالله، أحسن الظن بالله. الله جل في علاه قال وقوله الحق وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما قال وهم يقرؤون القرآن، وما قال وهم يصلون على رسول الله، وما قال وهم يحوقلون، وما قال وهم يصومون، وما قال وهم يذكرون الله. ما قال هذا قال وهم يستغفرون. ما هو كيف انت بدك تذوق حلاوة الإيمان؟ كيف كل حديث له طعمه؟ كيف أنا لما برقيك، أنا ما برقيكاش بالاستغفار. لما بدي أرقيك مش رقية السحر. مثلا أنت مريض هيك بدك ترقي ابنك، تقرأ عليه مثلا أو على نفسك، حط بسم الله بسم الله بسم الله، بقول 3 مرات بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر 7 مرات. طب كيف أنا بدي أذوق حلاوتها هاي وأعرف إنه عن جد هي يقين؟ أو كيف أنا بدي أعرف إنه أنا أعيش لما بمسك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثلا هذا الحديث وحديث صحيح، أن تضع إصبعك بفمك على ريقك، ثم تأخذ هذا الإصبع وتضعه على التراب، تراب بالأرض، التراب على التراب، وتقول بسم الله بسم الله بسم الله بريقة بعضنا بتربة أرضنا، ثم تدهن مكان الألم يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا الحديث، هذا الحديث له ما له، سيحوجك الله أنت أيها المستغفر والقارئ للقرآن وإلى أن تحتاجه عشان تعيش حقيقة هذا الحديث وتخرج للناس وتقول لهم. لكن من الذي سيقطف ثمار هذا الحديث؟ من الذي سيقطف ثمار هذه الأحاديث؟ إذا تكفى همك في الصلاة على رسول الله أو بالاستغفار، جعل الله لهم من كل ضيق مخرج وكل هم فرجا ورزقهم من حيث لا يحتسب ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني بالآية كمان ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. كيف مع القسم بده يكون متاع؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. لكن إذا بتنتبه، من لزم الاستغفار مش من نستغفر 20,000 أو 5,000. يعني أنا جلست ساعتين استغفرت 20,000 خلصت. أنا كل اليوم مش عمال أستغفر، أنا استغفرت 20,000. هذول لهم أجر، هذول لهم أجر، لكن هاي ما ينطبق على من لزم الاستغفار. عشان هيك عيش الاستغفار. يعني أنت بدأنا الفجر صليت جلست استغفر الله، بحابب تقرأ لك جزء اقرأ جزء من كتاب الله ثم الزم الاستغفار. حابب تعمل أي شيء آخر مثلا ثم الزم الاستغفار. يعني أنا كل وقتي كل الفراغ اللي عندي هو استغفار. أنا جالس مع أخوتي مع أهلي استغفار، أنا مستغفر يا جماعة، أنا مستغفر. أنا عندما أخذ هذه الصفة، عندما أنا يعني أسمح لنفسي مثلا بإذن الله تعالى أن أسمي حالي مستغفر مش من أول الأسبوع. في ناس والله كريم سبحان الله من كرم الله بيستغفر 2 3 وبيصير يا رب أقسم عليك أن تنزل المطر، فالله كريم بينزل في بعض الأحيان ينزل. ولكن يا أخي يعني شوي 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 حالك. كل هذا الإسراف وهذا الذي فعلته الله فتح لك نافذة عشان أقول لك نعم استمر. فأنت بعد هذا الذي حدث معك قد تحدث انتكاسة. شو يعني انتكاسة؟ عليك أن تعمل 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 تعمل. نعم يعني كأنك جاي يعني بدك تشتغل معي وقالوا لك أنه أبو أحمد يمكن بدفع الكاش راتب، فأنت اشتغلت معي يوم وقلت لك تفضل هذا راتبك. اشتغلت معي يوم 2 3 تفضل هذا راتبك. بتحب تكمل معنا كمان شهر وأعطيك الراتب؟ فأنت يعني لاني انا اعطيتك، ما قالوا لك بيعطيش، مش هيك انت بتفكر عن الله بيعطيش. دعك من انك انت بتخاف تقولها، لكن حقيقة انت تدعو ولا يستجيب الله من كثر ذنوبك طبعا، وانت مش عارف ليش من كثر ذنوبك. ما ينفعش انت مصر على الذنوب وتسعل، ما بينفع. أنا مشتت اليوم يا جماعة،
بطلع على الساعة بتركض. ومعاي قصة عندما تعيش الاستغفار وتلزم الاستغفار، واليوم أنت مستغفر، حتى أنا قرأت سورة البقرة وخلصتها، رجعت للاستغفار، مسبحتي بيدي، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، بتكلم معك، بنزل درس، كل إشي بخلص أستغفر الله. بدي أعمل صلاة على رسول الله مثلا على سبيل المثال، خلصت برجع للاستغفار. هاي هي من لزم الاستغفار. وأنا بينت الفرق بين من لزم الاستغفار والفرق بين الصلاة على رسول الله. أجعل كل صلاتي، سيدنا أبي بن كعب كان له دعاء طويل يدعو فيه، فكان يجعل منه قسم للصلاة على رسول الله. قال أجعل كل دعائي بالآخر، يعني كل صلاتي لك يا رسول الله. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الرسول عليه السلام لم يقل من لزم الصلاة على رسول الله. هل لزم الصلاة على رسول الله الرسول عليه السلام؟ هل لزمها وألزمها بغيره؟ لكنه لزم الاستغفار. والله لا يعذب مستغفر، والله لا يعذب مستغفر. الآن اللي بيستغفروا من حولنا وهذا القصف الذي حدث، هل أنت تتصف بصفة المستغفر ولا أنت تتصف بصفة بستغفر؟ يعني 1000 2000. ليش 1000 2000؟ ليش شو بتساوي كل اليوم؟ ماذا يعني عمال تحفظ كتاب الله؟ مش شو عمال تعمل؟ بس فاهمني، أنت لم تتصف بصفة المستغفر أخي. لزم الاستغفار، لازم تفهم هذا الكلام. الرسول عليه السلام قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لكن في بدايات الأمر عندما تستغفر، نعم الله بحقق لك هذا الحديث، لئن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولا. ما أنت تستغفر ممكن ينزل الله لك مطر عشان تستمر، عشان نقول لك نعم أنت بالطريق الصحيح. لكن لا تبدأ تفكر حالك ولي من أولياء الله، عليك جبال من الذنوب. استمر أخي. وإحنا استمرينا وإحنا عملنا، والله قضي عنا دين أكثر من 80,000 دولار. أنت استمر، وشفانا من أمراض كثيرة وعشرات آلاف القصص. فلا تنتظر. أنا بعرف كل الأمر هو لله، أنا بعرف أن أمرنا كله عند الله، وبعرف أن هذه الحروب كلها بيد الله. يريد أن يربينا. في ناس بتسمعك بتستغفر ولا تأبى، ولكن الاستغفار بيعمل كذا وكذا ولا يأبى. فأنت الذي منعه الله، يعني أشد منع، هنيئا له. هذا الذي يريد الله به خير. لأنه لأن أبقى لك مسارب من تخلص حالك، يعني إذا حدا بده يساعدك عم خال أبو هذا كذا، مش رايح ترجع للاستغفار ولا تلزم الاستغفار. الحمد لله رب العالمين. يا جماعة الاستغفار مش معناه فقط تقضي دين. الاستغفار أن تنام آمنا في سربك يا أخي. من وجد قوت يومه ولحظة شوي. نعم الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. اللهم أدم علينا جميع نعمك. آمنا في الآمن. الناس مش آمنين يا جماعة. المستغفر آمن. في كلام احنا بنتكلمه كلام ولكن حقيقته ما بنعرفهاش، وهذا الذي تعيشه الأمة. الله والرزاق، لكننا لا نعيش هذه الحقيقة، لا نعيشها. وهذه الأمور كلها الحروب هذه بيد الله. ولو حللوا ما حللوا، ولو يبس راسه من يبس راسه، ولو أخذ على عاتقه يلقي قنبلة نووية، الأمر بيد الله. يبقى الأمر كله بيد الله، بس بيد الله، فقط بيد الله. الآن علاقتي في الله. ماذا تقول علاقتي في الله؟ الله جعل لنا مسارب، أبواب نطرقها عليه. أبواب، هذا الباب يفتح كذا، هذا الباب يفتح كذا، هذا الباب يفتح كذا. ما بينفع انك انت في الحرب مثلا انت بدك الامن، لا، اذا بدك تقول لي دعاء على القليل يكون مستجاب الدعاء. مش في عندك اصرار، مش في عندك قروض ربويه، ما في عندك غيبه ونميمه،
ما في عندك انت الأنا كبيرة. ما هو شان اللي بده يعرف يحكي بده يحكي حقيقة، مش الدعاء يعني يغير أقدار. مش دعائك انت يا أخي، انت دعائك انت يرد ويلطم في وجهك. قد يكون لك دعاء مضطر مرة والله ببين لك، لكنك أدرت ظهرك بعد أن فتح الله عليك، أدرت ظهرك لله، ما استمريت وفكرت انك انت كل مرة بتقع مشكلة تيجي تستطيع ان تأتي وتطرق. لا يا اخي، مش هيك الموضوع. الموضوع يا اما انت عبد لله او عبد للشيطان، واذا كنا عبيد للشيطان حتما سيسلط الله علينا الامم، وهذا الذي نراه هو تسليط امم علينا من باب العقاب. ينزع الله المهابة من صدور عدوكم منكم. بطل يخاف، والله كانوا يخافوا، اليوم بطل يخافوا. بتعرف ليش؟ ولك يا أخي من كثر الذنوب اللي الأم بتعصيها. ولك يا أخي والله لا نستحي، أقسم بالله لا نستحي من الله. ولك يا أخي واحد بيحاربك في إنك بتبين الاستغفار إنه في خير عظيم، وعمال يجيب كلام ويدعي إنه صاحب علم. عمالين يلحنوا القرآن والعياذ بالله. في ناس بتكفر، في ناس بتشرك، في ناس بتسحر، في ناس تسب الله بالليل والنهار. أمرهم عند الله، لا تروجوا هذا الأمر، أمرهم عند الله. لكن كل هذا في رقاب المسلمين. ليش؟ لأنك أنت بعدك مغموس في إباحياتك وشهواتك وذنوبك وغيبتك ونميمتك وحسدك وقطيعة رحمك. ما انت ما بدك تأخذ الأدوات اللي بتأهلك انك انت تكون انسان على خلق حسن كما يحب الله ويرضى، وتكون قدوة صالحة لهذه الأمم مش الأمي. إن كان من باب الاستغفار أو سورة البقرة. قرأت سورة البقرة، ماذا حدث؟ عاد إليه زوجها. نعم، قادها هذا الأمر إلى الاستغفار. ليش؟ لأنه إحنا علينا أن ننطلق. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انطلقنا إلى الله. أنت أخذت سورة البقرة، أنا أخذت الصلاة في 2015. أنا أخذت صلاة، كنت أصلي كل صلواتي بتكبيرة الإحرام الأولى، فالله فتح علي. لربما الله أنت تأخذ صلاة على رسول الله، ولكن الله سيسوقك، حتما سيسوقك. إذا كان هدفك إنك تقضي الدين وخلصت، هذا موضوع. لكن الله جاء بك لبلغ عني ولو آية، فالله يريدك أن تبلغ آية. واللي بده يبلغ آية بده يعيش الأمرين، بده يعيش مراحل تمكين، مراحل إعداد وكأنك في حرب، ثم تجتاز مرحلة والمرحلة عشان تخرج الناس تقول أنا كمان كنت عايش هذه المراحل. فسيسوقك الاستغفار إلى سورة البقرة، وهذا لا يمنع انك انت تصلي على رسول الله وتقرأ القرآن وتعمل ما تشاء. البركة في سورة البقرة. والمستغفر لا يعذبه الله. فالأمن في الاستغفار، والرزق في الاستغفار، والقوة والتمكين في الاستغفار، وإلك رب يحميك في الاستغفار. وكلت أمرك لله بالاستغفار. بدك تفهم هذا الكلام ولا بدك تبقى تبحث عن أوراد مع 10,000 القصص التي نزلناها؟ لك ذلك. بقول أمركم عند الله. والذين يعني يذهبون إلى هنا وهناك ويتابعون العناوين الرنانة، أمرهم عند الله. الله يريد أن يضلهم ويضل الله الظالمين ويعفى الله ما يشاء. لكن من أراد الله به خير حببوا في أن يعيش الآية حتى يبلغها، وألقى الله في قلبه محبة الاستغفار، والاستغفار بإذن الله سيقودك الله إلى كل شيء. وهكذا بالاستغفار ستنتهي هذه الحروب، وسنكون نحن الأمة المسيطرة التي لن يتجرأ عليها أحد، لأن ربنا الله. لكننا الآن ربنا الدرهم والدولارات والمشاهير. نعم، اليوم نحن نعبد أنفسنا ونعبد أموالنا ونعبد أولادنا ونعبد زوجاتنا. نعم، ومن يقول لك غير ذلك فهو
تبدي كلام من؟ الله ولا الزوجة أو الزوج أو هكذا؟ هذه الحقيقة المرة. الحقيقة المرة إن علينا أن نتوب إلى الله، نلزم الاستغفار عشان الله يرفع عنا هذا العقاب، عشان ويختم علينا أننا من المستغفرين الذين لازم الاستغفار. أنا لازم الاستغفار بالليل بالنهار صباح مساء عشاء، بكل الوقت أنا معي مسبحة وأنا بستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لا تفوت لي على صيغة ولا غير صيغة، خلي الله يختم عليك أنك أنت مستغفر، فأنت هنا ينطبق عليك كل شيء وعد الله به المستغفر. وما كان الله بعدهم المستغفرون، والأرزاق والأموال والأولاد والتمكين والعز والجاه والريادة والسيادة بالاستغفار، والحفظ والشفاء من كل ده بالاستغفار، والعلم والنور والهدى والتقى بسورة البقرة، والحافظ للدين بفضل الله هي سورة البقرة، ولكن واحدة تلو الثانية. الآن أهم شيء إن إحنا نلزم الاستغفار، وحتى تعملش معروفيات. انت بتعمل في ناس تعمل معروفيات لله انها بتستغفر، يعني يا استغفر 3000 وانا محلقها. يعني انا ماخذ من وقتي من التيك توك مثلا، انا ماخذ وقتي مثلا الساعة اخذتها استغفار، والله انا لازم كنت اضل على التيك توك، يعني زي اللي عامل معروفية. ولا يعرف ما الذي سيجد بالاستغفار. لا تستعجلوا يا اخوتي الكرام، لا تستعجلوا. الاستغفار هو رحمة الله، وكلما زدت زادت الرحمات، والله بالاستغفار سيقودك إلى الوجهة التي يريدك أن تكون فيها بالاستغفار. وما كان الله معذبهم يستغفرون. فإذا أنا خلقت عشان أصير مثلا مهندس، وسيحببني الله بالهندسة وأروح أهندس وأتعلم الهندسة وأخلصها على أحسن وجه، ويقودني الله لهذه الوجهة، وإذا أرادني داعية سيهيئني لهذا الأمر. نعم، فهذه الحروب التي تدور أمرها عند الله، والله يسلطها علينا بالأخص على المسلمين. نعم، أنا أشوفها بس على المسلمين أكثر إيش علينا، لأن ابتعدنا ولكن لا نستحي. بعدنا إلى يوم هذا لا نستحي، بعدنا نفعل كل الأفاعيل، ما تركنا، ما فهمنا مش فاهمين، ما فهم. اللسان يقول شيء والقلب يفعل شيء آخر. ما لنا غيرك يا الله، كله كلام. الانتصار للنفس أكبر بكثير من الانتصار لله بكثير. لا ننتصر 1% من الذي ننتصره لأنفسنا، لا والله. أعتذر أطلت، إن شاء الله القصة سأتبعها بالدرس الثاني، وبارك الله فيكم. أكثروا من الاستغفار، ستحيوا في أمن ومع أرزاق وقوة وتمكين. بكمل بالدرس الجاي إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويرضى عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.